وإن كان لقائي بك قد اقترب يا الله فارزقني حسن الخاتمة. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم المسقعة المصري، المسقعة البلدي، المسقعة السهلة جدا. المسقعة اللي هي من غير لحوم خالص، بطريقة سهلة وبسيطة جدا وإن شاء الله تعجبكم. طبعا المسقعة دي من الأكلات الجميلة جدا. أنا بصراحة بحبها ساقعة، في ناس بتحبها سخنة بس أنا بحبها تكون يعني ساقعة. ممكن باكلها بالليل، ممكن باكلها بايتة، يعني تكون ساقعة ما بسخنهاش. يعني لو بردت عندي باكلها من غير ما اسخنها. طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. وهقول لكم على حاجات تخليكم تخلصوها بسرعة، ما تاخدش وقت معاكم. أنا بعملها فيها بطاطس عشان ولادي ما بيحبوش، معظمهم ما بيحبش البتنجان أو بيحب البتنجان قليل. البتنجان طبعا فيه نسبة عالية من الحديد. نخش بقى في الفيديو على طول، نقول بسم الله. انا عندي هنا بتنجان وبطاطس، طبعا الكميه اللي انت عايزاها، ما بقولش كميه معينه. عندي طماطم، عندي توم، وفي خل بس مش جاي في الصوره، وفي فلفل حامي، فلفل رومي. اول حاجه هقطع البتنجان واقشره. هركن بقى الطماطم والحاجات دي دلوقتي على جنب. البتنجان طبعا بتكوني غسلاه عشان بيبقى كله رمل وتراب، وبيبقى مطرح ايدين الناس برضو اللي بتبيع، وكذا حد مسكه قبل كده. انا كنت في الفتره دي ايام ما كنت مخلله الزيتون، فالليمون ده الليمون، فقلت اوريكم برضو ان حطها على صينيه عشان لو فار او نزل حاجه زياده ما تنزلش منك على الرخامه او في ضرفه المطبخ. حطي تحتيه حاجه 3 4 ايام كده، وبعد كده لما تطمني ان مفيش حاجه هتنزل بتروحي شايلاها عادي بقى. اول حاجه هبتدي اقطع البتنجان. عندي برضو مشكله مع اولادي، ما بيحبوش قشر البتنجان، فانا بضطر اقشره، بس بقشره شريحه وشريحه كده زي ما انتم شايفين. بحاول برضو اخلي حته من القشره ما تبقاش باينه قوي معاهم، بس القشر فيه نسبه عاليه من الحديد. دايما نقي البتنجانيه اللي هي بتبقى الخفيفه، اللي فيها خط من تحت مش دايره. في البتنجانيه من تحت دي بتبقى ما فيهاش بذر كتير، وبيبقى لونها من جوه ابيض. بوريها لكم كده، انا قشرتها فيها قشر بس بسيط. طبعا اللي ما بيحبش القشر خالص بقى يشيله، بس مش هيبان. انا هقطع البتنجانيه بالطول كده مش بالعرض زي ما بنقطعها طرنشات. هقطعها بالطول، وبعد ما اقطعها بالطول هقطعها صوابع كده بس عريضه شويه، واقطعها مكعبات كده زي مكعبات البطاطس بس اكبر شويه. الطريقه دي بقى بتخليكي تقلي البتنجان، ما بياخدش وقت كتير. اما بنبقى عاملينه طرنشات كده بتبقي رصهم يا دوبك كام واحده في الطاسه او في القلايه اللي بتقلي فيها، انما كده بياخد معاكي كميه كبيره. يعني انا الثلاث بتنجانات دول قليتهم في الطاسه على مرتين اتنين بس. طبعا لو قليتيهم وهم طرنشات هياخدوا معاكي 5 6 مرات ويمكن اكتر كمان. انما بالطريقه دي عشان هي قطع صغيره بتحطي كميه كتيره بقى، وبتقلي معاكي بسرعه برضو. هقطع بقى البتنجان كله بنفس الطريقه. نسيت في اول بتنجانيه اشيل الحته اللي فوق دي. انا دايما بحب اشيل الحته البيضاء اللي فوق دي، بديها للولاد. البتنجان احنا عارفين ان فيه نسبه عاليه من الحديد، وبما ان هم ملهمش فيه قوي وهو معمول مقلي او هو مسقعه، فبديهم منه ني كده ياكلوه. هقطع بقى البتنجان كله بنفس الطريقه كده. كده قطعت الثلاث بتنجانات بتوعي. هرش بقى عليهم رشه ملح، ما بحطوش في ميه عشان ما يشربش ميه. برش عليه معلقه كبيره كده ملح، وبهزه كده زي ما انتم شايفين واقلبه عشان كله يشرب من الملح. بسيبه حوالي نص ساعة ساعة، بتسيبيه بقى الوقت اللي انت عايزاه، بس يعني اقل حاجة ربع ساعة. وعندي هنا الفلفل الحامي والرومي انا غسلتهم، وهشيل بقى القمع بتاعهم اللي فوق ده. وبفتح في البتنجان كده فتحة صغيرة عشان ما يفرقعش او ما يطرطش عليكي وانت بتقليه. البتنجان الرومي برضو بشيل القمع بتاعه. الحتة السمراء اللي في البتنجانة دي مش بايظة ولا حاجة، هو جاي فيها لون كده. هعمل في البتنجان كله كده بقى، هفتحه فتحة بسيطة كده على اساس لما يتحط في الزيت ما يطرطش عليكي. هسيب بقى البتنجان على الملح ما ينزل مرارته وينزل المية اللي فيه. نبتدي بقى نعمل الصلصة المسقعة دي. كده المسقعة دي ما بتاخدش معاكي وقت برضو، ما بتاخدش حوالي نص ساعة بتكون خلصتيها كلها من اول التقشير، كمان ما بتاخدش نص ساعة. انا دايما بحب اعمل مسقعه في الشتاء بصراحه، مش في الصيف. الفلفل مع الطماطم مع الحر مع وقفه المطبخ ويقلل البتنجان بصراحه بيخلي الواحد بيبقى فاصل خالص. انا بفضل اعملها لما الجو يبتدي يبرد كده شويه زي دلوقتي. هركن بقى ده على جنب. ضربت الطماطم، هقطع بقى التوم. في ناس بتحب تخرطه او بتحب تدقه، كل واحد بيعمله بالطريقه اللي بيحبها. انا بحب اخرطه كده قطع صغيره، وانزل عليه بمعلقه زيت واحده. هكون ضربت الطماطم عبال ما التوم يصفر معايا. بحط معلقه خل، وبحط ملح وفلفل وشويه كزبره صغيرين ناشفه، ونص معلقه سكر. انا كنت الاول لما باجي اعمل المسقعه بعد ما التومه تبقى لونها
الذهبي كده كنت بنزل بالخل على الثوم، فطبعا كان بيطرطش ويفرقع وبيعمل حاجات غريبة قوي. فدلوقتي بقيت احط كله مع الطماطم وانزل بيهم مره واحده. حطيت الملح بتاعي، نص معلقه السكر، شويه فلفل اسمر صغيرين وشويه كزبره. التومه يبقى لونها الذهبي كده زي ما انتم شايفين، ما تحرقيش التومه طبعا، لون ذهبي فاتح كده. بنزل بالطماطم بتغلي غلوه واحده، بطفي عليها، انا بسبكهاش، بسيبها لما انزل فيها بالبطاطس والبتنجان والفلفل، ابتدي اكمل سوا الطماطم. كده حمرت البطاطس بحطها في جنب عشان انا ما بحبش الفلفل. بفصل بين البطاطس والفلفل بالبتنجان في النص. اول حاجه بحمر البطاطس، والبطاطس عموما هي اكتر حاجه بتاخد وقت معاكي في القليه، البتنجان والفلفل اللي بياخدوش وقت. هبتدي بقى انزل كده بسم الله بالبتنجان. انا عايزه بس اوريكم الطاسه خدت كميه من البتنجان قد ايه. طبعا لو انتي هتقليه طرنشات ما بتحطيش واحده فوق واحده، بيبقوا جنب بعض بس كده. فالطاسه دي بالنسبه لك هتاخد يا 4 يا 5 قطع بالكتير. زي ما قلت لكم انا قليت كل البتنجان اللي كان في المصفى ده على مرتين. من وقت للتاني بقى قلبيه تقليبه كده، ما تسيبهوش على وش واحد طبعا عشان ما يبقاش اللي فوق لونه فاتح واللي تحت هيتحرق منك. من وقت للتاني قلبيه تقليبه كده بس بالمقصوصه بتاعتك. طول ما انتي واقفه في المطبخ بقى اذكري الله كتير، صلي على سيدنا محمد، الحاجات دي بتخلي فيه بركه في الوقت والحاجه تخلص معاكي بسرعه. قولي اي دعاء انتي حافظاه، استغفري ربنا. ادعي اخواننا في فلسطين، طبعا كلنا محتاجين مننا ابسط حاجه دلوقتي الدعوه، او اللي احنا بنقدر عليه ان احنا ندعي لهم. ربنا يا رب يفك كربهم وينصرهم. زي ما انتم شايفين كده من وقت للتاني بتقلبي. الميه اللي نزلت من البتنجان بتاعي انا حبيت اوريه لكم برضو. انا ما بحبش احط البتنجان في ميه، انا بحطه في المصفى زي ما اوريكم. انا غسل البتنجان زي الفل، فبحطه في المصفى وارش عليه الملح بس. هطلع كده بقى معايا اول مصفى بسم الله، احطها بين البطاطس وبين بقى الجنب اللي هحط فيه الفلفل. زي ما قلت لكم عشان ما بيحبش الاكل سبايسي، اما الفلفل يعني ما يجيش عندهم عند البطاطس بالذات، يعني لو في اطفال. هنزل بقى بباقي البتنجان بسم الله كده. هطلع بقى دي الطاسه التانية. زي ما قلت لكم البتنجان اتقلى معايا في طاستين اتنين، وهبتدي بقى اقلي في الفلفل، بحط الحامي وبحط الرومي مع بعض. الفتحه اللي انا فتحتها في الفلفل مش هيخليه طرطش عليكي، زي ما بتبقي سايباه مقفول بيفرقع كده وساعات بيلسعنا طبعا. هحط الفلفل بقى زي ما انتم شايفين كده، البطاطس في جنب والفلفل في جنب تاني خالص والبتنجان في النص بينهم. هولع بقى او هنقل الصينيه بتاعت المسقعه مكان الزيت، تاخد غلوتين اتنين بس وبطفي عليها. انا بحب المسقعه على فكره في الصينيه، بيبقى لها طعم مختلف خالص غير المسقعه اللي بتبقى معموله في الحله. هغطيها بقى تغلي غلوتين اتنين، انا برضو ما بسيبهاش تغلي كتير. البتنجان معايا مستوي والفلفل والبطاطس مستويين، فمش محتاجين يعني لو سبتيهم فتره كبيره على النار بيتهروا معاكي. غلوتين اتنين بس وتروحي طفيه عليه. وبحب اسيبها بقى ايه تهدى شويه كده، ما بحبهاش سخنه قوي على فكره. انا كده طفيت عليها بقى 5 دقايق كده وبغرفها. ده شكلها في الطبق بعد ما غرفتها. الصلصه بتاعتها مش كتيره، بحب اكلها بعيش محمص، ولو عندك بقى جرجير او اي حاجه خضرا طبعا تاكليها جنبها. بس هي بصراحه مش محتاجه اي حاجه جنبها تاني. طريقه سهله وبسيطه جدا للمسقعه، اتمنى تجربوها واتمنى ان طريقتي تكون عجبتكم. وبالف هنا.